شباب سنة تانية إعدادي، اوعى تنسوا في أول درس في الجغرافيا وطننا العربي من حيث الموقع والمساحة الجزئية الخاصة بالأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للوطن العربي. عايزاك تفرق بين بما تفسر الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للوطن العربي وما النتائج المترتبة على الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي. تعال أقول لك إجابة السؤال الأولاني، بما تفسر الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للوطن العربي. أول حاجة تنوع الموارد الاقتصادية، الوطن العربي عنده موارد اقتصادية كتير، زي إيه؟ زي الأقاليم النباتية الموجودة المتنوعة، الأقاليم المناخية المتنوعة، وكمان التكوينات الجيولوجية. دي أول نقطة. تاني نقطة إن الوطن العربي على أرضه هنلاقي بترول وغاز طبيعي. تالت نقطة إن الوطن العربي بيتحكم في طرق التجارة العالمية لأن موقعه متوسط بين العالم، لأنه بيشرف على 3 أذرع مائية مهمة. إيه بقى ال3 أذرع المائية المهمة دي؟ البحر المتوسط، البحر الأحمر، والخليج العربي. ده غير إن فيه مضايق وممرات مائية مهمة، مضيق هرمز، مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، واخر حاجه قناه السويس. وده يوصلنا للسؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبه على الاهميه الاستراتيجيه للوطن العربي؟ هتبقى اجابه السؤال ايه؟ 1. قام الاستعمار الاوروبي بنهب خيرات الوطن العربي وتقسيمه الى دول مختلفه المساحه ومتباينه في عدد السكان، وحدوث مشكلات سياسية. المشكلات السياسية اللي موجودة عندنا المستمرة لغاية دلوقتي، مشكلة فلسطين، مشكلة دارفور، مشكلة جنوب السودان، مشكلة الجزر الإماراتية، ومشكلة المدن المغربية سبتة ومليلة. ولو عايز تعرف أهم التركات اللي موجودة في كل درس، تابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. واوعى تنسوا، معاكم مس مارين عاطف، مدرسة التاريخ والجغرافيا.